يعني إذا الله خذ أمانتي هذول وين يروحون؟ بس هاي أقولها. حتى إمكانية ما عاد لو عندي إمكانية تزوجت، حتى المرة تصل هنا تعينهم إلهم، ما أريد تعين لي، أريد المرة إلهم تعينهم بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة إنسانية اليوم أنا وأبو علي في محافظة النجف الأشرف حي الشرطة. حقيقة أبو علي حالة استثنائية. العائلة اللي متكونة من 2 أولاد وأمهم، واحد من الأولاد هو أعمى وأخرس نهائيا، والثاني يتعرض إلى حادث حقيقة بحالة مأساوية، يعني بحالة يرثى لها أبو علي. أي والله. أنا وياك أبو علي خلينا نطب ونشوف العائلة ونشوف حالتهم. يلا أبو حسين. يا الله. حادث مال سيارة. طيب ليش قد؟ والله قبل 7 أشهر 8 أشهر وطق عدة طحال والكبد والقولون وشالوهن من الحادث وشالوهن كلهن. وهسه 1/7 يوم 1/7 هم عنده عمليات، يعني عمليات خطرة. وبعد نحمد الله والشكر على كل حال، ونحمد الجود من عندكم والمساعدة من عندكم ورحم الله والديكم. انت المعين الوحيد لهالعائله؟ بلي، وعمري 42 سنه وبعدني ما متزوج. بعدك ما متزوج. ايه. وعندك امك واخوك اعمى؟ وعندي امي مشوف وعندي اخوي اخرس واعمى. وانت المعين مالته؟ وانا المعين مالي وهذا المعين صار بيه هيك وقاعد شنو قاعد هسه انتم وشفتونه. لا تقدر تشتغل؟ ما اقدر الشغل يعني الا اموت، يعني اذا شلنا الدبه مثل ما اذا شلها يعطيك القانون. ونحمد الله ونشكره على كل حال. نقول الحمد لله. بيني وبين نفسي قبل كم يوم كسر الظهر، هاي اجت كهرباء روحي. ليش؟ بيني ما بين الله وحق هاي مصيبتي. جزعت من الحالة اللي بيها، انا جزعت. ايش بيهم هاي؟ يعني تعرف انا شاب ومن حقي مرد اطلع، مرد اريد امشي. والله هواي حالتي بعد، ونحمد الله ونشكره على كل حال كلها، ونقول الحمد لله. اخوتك 2 متوفين قبل؟ اخوي زهير وعلاء متوفين، وباقي بس انا وكرار. وكرار مريض وانت؟ واني يعني احنا بيت مثل ما تقول مهجور، والحمد لله والشكر. ان شاء الله كلنا احنا اخوتك. رحم الله والديك، رحم الله والديك، يعطيك العافيه. بس انا اريد بس المسكن البيت، يعني انت على البيت ايجار؟ هذا البيت اجار، اعطي الشهر 125,000 دينار. نعم. ضروري صار بيتي وعمى، وصارت عنده شمره وضربوه ابره بظهره وصار هيك انشل لسانه. اي. وكان الوحيد لكم ومعينكم زكي؟ كان ابونا طيب والدار من ورا زكي، ابونا صار زكي لنا. زكي تعرض للحادث؟ اي. هاي بعد شنو يعني شلون عايشين انتم بدون؟ هاي والله العظيم عايشين على الوادم، والله العظيم اللي يودي لك اليوم تاكل، ما يودي لك ما تاكل. ذاك اليوم ابو مجد والله ساعه اعطيته خبزه شاي ما رضى. كرار يدكل زين؟ كرار يدكل زين، كرار ما يعرف ماكو، قل له ماكو ما يعرف ماكو. هذهم العموني وابوهم عماني، على وقت هماته شلون تسوي بيه؟ لا بيت مثل خواتي، مثل جماعته تفكر لبن نسوان، مثلا لا نم زياره لا نم طلعه لا نم كل شيء، يعني مكسره وقاعده، وكسرنا هذا همينه. وتدري هذا الصبح لا قاعد ما كري وقلب الدنيا عليه قلب، والله العظيم. زين قال كان اخوه شوي يطلع يشتغل شوي بالمولديه هاي يجيب لنا مثل خبز هناك. هسه اخوه تكسر بعد، اخوه ما يقدر ياكل، يشتغل بعد ما يقدر. طبعا اتصل بي الحاج ابو امجد السلامي الله يعطيه الصحه والعافيه، قال اكو عائله وانتم تشتغلون بهاي الحالات الانسانيه، فهاي الحاله جدا مستحقه. قال انا متابعكم مشواركم هاي، فالحاله هاي جدا جدا مستحقه. فظل يضغط علي، انا صراحه اتصلت بيك واجينا عليهم، دزلنا الاخ رقم تليفونه، بعدين تواصلنا على الواتساب، شفنا بطنه وشفنا الاطفال، هذا الطفل وياه بيت ايجار، حاله يعني استثنائيه صراحه. والله يناشدونكم باسم الانسانيه وباسم الاخوه ان تفزعون لهاي الناس قاعدين بالايجار، لا عندهم لا حول ولا قوه، وهذا الطفل مريض والحجيه بها جلطه. اذا تقدرون بلكي اذا مسكن الهم يسكنون به، يعيش عيشه رغيده يعني بمدينه امير المؤمنين، والله خطيه يكسر الخاطر والله العظيم. شاب لا متزوج ولا؟ وما متزوج، عمره 42 سنه، والحمد لله شاب يعني سمعته يعني زينه كلش حلوه، وانسان يعني هو رغم حالته هاي هو عينه على امه واخوه قاعد يبكي عليهم، ودمعه الرجال مو هينه اليوم.